هشرح لك ازاي تعرف الاوكسي ان كان مضروب ولا ان كان اصلي بكل بساطه وبطريقه سهله من غير اي تعقيد. انما الاوكسي الاصلي بقى هتلاقي كيس بيلمع، مش هتلاقي الكيس باهت، هتلاقي الحروف واضحه تمام، مش باهته، هتلاقي تاريخ الصلاحيه موجود في المكان ده كده ورقم التشغيله، هتلاقي السيريال ده مظبوط، هتلاقي ريحه الكيس سواء لافندر او عود او نسيم الربيع او نسيم الشرق، هتلاقي الريحه طالعه من الكيس تلقائي من غير ما تفتح الكيس. تعالى بقى معايا وانا بفتح الكيس بقى. بص بقى يا ريس، شوف بقى معايا، شوف وكيس ناعم معاك وسهل انك تقطعه، انما التاني بيبقى كيس تقيل. بص كده عزيزي المشاهد، شوف بقى الاوكسي ده، الاوكسي الاصلي. تعالى كده معايا، تعالى. انا اصلا وانا بفتح فتحت البتاع اهو الكيس، الريحه شوف طالعه عامله ازاي، شوف بقى الاوكسي عامل ازاي، شوف لا هو تقيل ولا هو خفيف، وطبعا ريحته طالعه لوحدها. يعني اوعى تتغش بسعر القليل، اوعى تتغش بسعر الاوكسي القليل. حد يكون عامل عرض، حد يكون عامل حاجه ويقول لك ده الاوكسي الاصلي، ما تصدقش. اقل من 440 جنيه ما تصدقش. يعني مثلا عزيزي المشاهد تعالى كده ركز معايا، دول نوعين مسحوق اهو. الاوكسي المضروب بيبقى تقيل كده حلو اهو شبه الاوكسي